رودريغو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة هروبه من الترجي التونسي. خرج النجم البرازيلي رودريغو رودريغيز عن صمته، وكشف حقيقة مغادرته نادي الترجي التونسي ورغبته في الهروب من الفريق، تزامنا مع تأخره في العودة من بلده خلال فترة التحضيرات الصيفية، ومغادرته المعسكر الأخير بسبب الإصابة. وانتشرت أخبار في الأيام الماضية حول رفض الهداف البرازيلي مواصلة المشوار مع ناديه الحالي، بحجة أن عائلته لم تعد قادرة على العيش في تونس، وارتفعت وتيرة التأويلات في الشارع الرياضي بعدما أعلن الترجي في بيان رسمي ليلة الثلاثاء أن رودريغو رودريغيز تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف، وقد اعتبر عدد من المتابعين أن هذا الخبر تمهيد لخروج اللاعب من النادي. وبعد ساعات من ذلك، ظهر رودريغو للمرة الأولى في مقابلة مصورة مع الموقع الرسمي لنادي الترجي صباح يوم الأربعاء، لينفي كل هذه الشائعات، قائلاً: كل ما تم تداوله من أخبار في الفترة الأخيرة غير صحيح، لقد أردت التزام الصمت لعدة أيام، لكن الشائعات زادت عن حدها، ليعلم الجميع إذن أنني وعائلتي وزوجتي وابنتي سعداء جدا بوجودنا في تونس، وتحديدا في نادي الترجي. وأضاف ذاكرا: أشعر بامتنان كبير تجاه جمهور الترجي الكبير الذي يجعلني أفخر بحمل قميص النادي في كل مباراة، خاصة عندما يتغنى المشجعون باسمي. إنه شعور لا يوصف. في الفترة الأخيرة مررت ببعض المشاكل الشخصية التي تعترض أي إنسان، وهذا سبب تأخري عن العودة إلى تونس. وبعدما تجاوزت تلك المشاكل وعدت إلى الفريق، للأسف تعرضت لإصابة خلال المعسكر، وأنا الآن بصدد العلاج وسأعود قريبا للمنافسة. واختتم النجم البرازيلي برسالة لجماهير الترجي: أتمنى أن نتجاوز ما حدث، أو أي سوء تفاهم مع جماهير الترجي الوفية التي أسعدتني وشجعتني منذ اليوم الأول. أريد أن أؤكد لجمهور الترجي أنني شخص محترف جئت إلى هنا لهدف واحد فقط، وهو العمل. أحبكم كثيرا وأعدكم بالقتال حتى نفوز بكل البطولات.